ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي ومحبي النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة معانا أخبار سريعة تخص النادي الأهلي، وهنتكلم بعد نهاية الأخبار في نقطة مهمة جدا بتخص كابتن النادي الأهلي سابقا، وهو اللاعب مصطفى يونس، اللي هو عامل أزمة خلال الفترة الحالية يعني والسابقة، يعني مش عارفين الراجل ده رايح فين وعايز ايه بالظبط من النادي الأهلي. هنبدأ معاكم على طول عشان ما اطولش على حضراتكم. أخبار النادي الأهلي: الأهلي ينعش خزينته بعد المشاركة في كأس العالم وبيع اللاعب وسام أبو علي بمبلغ وقدره مليار جنيه، وهذا أبلغ رد على المشككين والحاقدين على اسم وكيان النادي الأهلي. الخبر الثاني: عرض فكرة بيع اللاعب أحمد كوكا على المدير الفني بمبلغ $1,000,000، وهذا ما تم عرضه من قبل النادي التركي قاسم باشا، ولكن الأهلي بيطلب $2,000,000. نروح للخبر الثالث: جلسة خاصة تجمع الكابتن محمد يوسف مع اللاعب أحمد عبد القادر لتحديد هويته وتحديد مصيره. هل هيكمل مع النادي الأهلي؟ هل هيتم إعارته؟ هل هيتم البيع والتخلص منه نهائي؟ ده اللي يعني سوف تكشفه الأيام القادمة، وخصوصا بعد الجلسة التي تجمعه مع مدير الكرة في النادي الأهلي. الأهلي خلاص غادر معسكر تونس النهارده، وتم الاتفاق على مباراة ودية مع فريق مصري يوم الثلاث المقبل. دي كانت نهاية أخبارنا عن النادي الأهلي. هنتكلم ونروح عن صداع وأزمات يفعلها شخص للأسف كان في يوم من الأيام كابتن للنادي الأهلي، الكابتن مصطفى يونس. لو عايز نصيحتي أنا وتاخد برأيي العبد الفقير لله عشان تحافظ على ما يتبقى من حب وتقدير من جمهور النادي الأهلي، ومن حب ومن يعني الأيام بتجري، وانت راجل النهارده عديت ال70 سنة ولا ال65 سنة، فلو هتسمع نصيحتي أنا عاوز منك تطلع بكل جراءة. أولا تعتذر لجمهور النادي الأهلي، ده أول حاجة تعملها. تاني حاجة، أنت النهاردة سنك كبر، أنت النهاردة مالكش دور في النادي الأهلي، لازم تطلع تعلن وتقول أنت مشجع للنادي الأهلي فقط، غير كده مش مقبول منك أي كلام. مش هقولك اطلع اعتذر للكابتن خطيب أو اطلع اعتذر لمجلس الإدارة، ولكن اطلع اعتذر لكيان واسم وعظمة النادي الأهلي اللي عمل اسمك وخلاك مصطفى يونس. في الحالة دي هيتقبلك جمهور الأهلي ويرفع لك القبعة وتعظيم سلام. أما هتتكلم كتير وتخرج على الفضائيات وتعمل حوارات، انت مش هتلاقي تربة خصبة في النادي الأهلي تسمعك. فيعني اسمعها مني نصيحة، احنا بنحبك ككابتن للنادي الأهلي، احنا بنحب الكابتن الخطيب لأنه رئيس للنادي الأهلي. سيبك من الأشخاص، جمهور النادي الأهلي لا يعترف بالأشخاص. بجيب لك من الآخر أيا كان الاسم، هتقول لي الفريق مرتجى، هتقول لي صالح سليم، هتقول لي الخطيب، هتقول لي حسن حمدي، هتقول لي محمود طاهر، كل الناس دي على دماغنا من فوق، ولكن هتحطهم في مقارنة قدام النادي الأهلي هيخسروا. أيا كان الاسم، أيا كان الاسم. طب أريحك، أيا كان عظمة الاسم في مصر، أصاب كيان واسم النادي الأهلي للأسف مش هيلاقي حب وتقدير من جمهور النادي الأهلي. فأنا نصحتك لوجه الله، وصدقني أنا بنصحك لمصلحتك، لأن اللي فات من العمر
ما عادش يعني خلاص، ايامك معدوده في الدنيا. طبعا الاعمار بيد الله، ولكن الايام معدوده. فاحفظ اسمك وتاريخك وكيانك وحب جماهير النادي الاهلي. انا اسف اذا كنت طولت عليكم. طبعا انفعلت في موضوع الكابتن مصطفى يونس لانه عامل بروباجندا ملهاش اي لازمه ولا لها اي تفسير في هذا التوقيت. عموما شكرا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله حلقات قادمه وقادمه، والنصر دائما للنادي الاهلي والتوفيق للنادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.